يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. رمضان كريم عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم يا رب. النهاردة هعمل معاكم الكوبيبة الغمراوي بطريقة اقتصادية، وهعمل معاكم مكرونة بالصلصة بطريقة سهلة جدا، وهقولك على كل المقادير وكل التكات بطريقة مبسطة جدا. أول حاجة كده معايا نص كيلو من الرز منقياه كويس جدا. زي ما انتم شايفين جايبة معايا الميزان عشان اوزنلكوا، عشان تبقى المقادير مظبوطة معايا بالملي. زي ما انتم شايفين كده هنزل بنص كيلو من الرز. وطبعا الرز بتاعي لازم يكون متنقي كويس من اي حاجة مش كويسة فيه، ويتغسل كويس جدا. زي ما انتم شايفين النص كيلو هنا مظبوط معايا بالملي. الربع كيلو لحمة عليه نص كيلو رز، غسلته كويس قوي. زي ما انتم شايفين لازم تكون المية بتاعته فلة كده بيضة وحلوة. هسيبه في المية بتاعتي كده في الرز، هسيبه 10 دقايق وبعد كده نرجع له تاني. بعد كده ما سيبته 10 دقايق في المية، هاصفيه كده من المية بتاعته واحطه في مصفى زي ما انتم شايفين كده عشان يصفي كل ميته. بعد كده ندخل على المقادير. معايا ربع كيلو من اللحمة، زي ما انتم شايفين اللحمة ما فيهاش دسم خالص، ومعايا بصلاية صغيرة، ومعايا ربطة كده من الخضرة المشكلة، بقدونس على كزبرة على شبت، ومعايا حوالي 3 4 فصوص من الثوم. يعني ربع كيلو لحمة عليهم ربطة من الخضرة المشكلة وبصلة و4 فصوص ثوم. زي ما انتم شايفين كده هاحط اللحمة بتاعتي في الكبة، وهاقطّع البصلة بتاعتي كده. حسيت إن البصلة بتاعتي كبيرة كده، ما خدتش منها إلا نُصّها بس. ومعايا كده 4 فصوص من التوم. وأولًا الكوبيبة الغمراوي دي بتحب التوم كده، لازم ريحة التوم كده يكون موجود في اللحمة بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده بقطع التوم بتاعي، وبقطع كده الخضرة بتاعتي غسلاها ومصفياها كويس جدا. لازم تكون مصفية، ما يكونش فيها اي مية نهائي. والبصل بتاعي يكون مغسول كويس، والتوم برضو لازم المواد بتاعتي تكون يعني ناشفة جدا، ما يبقاش فيها اي مية خالص. زي ما انتم شايفين كده انا هحط كل المكونات بتاعتي دي في الكبة، وهسيبها تنضرب زي ما انتم شايفين كده وتتخلط كويس جدا. لازم اللحمة بتاعتي تبقى متسمّغة كده زي ما أنتم شايفين. بعد كده طبعًا خلّصت كل المكونات بتاعتي في الكبة. زي ما أنتم شايفين كده هانزّلها، لازم تكون مسمّغة كده يعني بتمسك في إيدِك كده. زي ما أنتم شايفين طبعًا ريحتها تحفة وجميلة وحلوة أوي زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا في الوقت ده أنا بعد ما المَيّة اتصفّت من الرز تمامًا، حطيته كده على فوطة عشان ينشف خالص، ويبقى الرزاية بتاعتي ناشفة زي ما أنتم شايفين. زي ما أنتم شايفين اللحمة بتاعتي كده بقت جاهزة معايا خالص، ما فاضلش معايا غير الرز. زي ما أنتم شايفين نقلته تاني في المصفى، ونزلت كده في الكبة أضرب الرز لوحده عادي. أنا عايزاه لفة واحدة وافصل، يعني الرز كده ينكسر، الرزاية تنكسر 2 بس، مش عايزة أكتر من كده. مش عايزة أفرم الرز خالص يبقى ناعم زي كفتة الرز بتاعتي. يعني كفتة الرز بنبقى كل حاجتها عايزينها مطحونة كويس أوي في الكبة، لأ ده عايزينه نُص، يعني حباية الرز تنكسر 2. زي ما أنتم شايفين كده ضربت كل الكمية، والنُص كيلو رز عليه ربع كيلو لحمة. أمّا كفتة الرز لو نُص كيلو لحمة يبقى عليه ربع كيلو رز، لو ربع كيلو رز يبقى عليه ربع كيلو لحمة، كده المقدار بيكون بنفس المقدار. أمّا الكوبيبة الغمراوي يعني بتزوّدي في الرز، يعني هي أصلها الرز بيكون أكتر. يعني أصلًا في ناس بتحط على الربع كيلو لحمة بتحط عليه نُص كيلو، بتحط عليه كيلو إلا ربع من الرز. بس لأ، أنا حبيتها تكون يعني في نفس الوقت طعمها حلو واللحمة موجودة فيها، وفي نفس الوقت تكون اقتصادية، فحطيت ربع لحمة عليه نُص رز. دي خلافًا عن الكفتة بتاعة الرز تمامًا. طبعًا يعني نعجن فيها كويس جدًا. زي ما أنتم شايفين طبعًا خلطنا الرز باللحمة، بالخضار، بالبصل، بالتوم، زي ما أنتم شايفين كده متسمّغة وحلوة أوي. وزي ما أنتم شايفين باكوّرها كده في إيدي، حاجة كده في منتهى الجمال، بتتضبط خالص يعني بتتلَف معايا كده وما بتفتّحش، حاجة كده في منتهى الجمال. طبعًا هاحط التوابل بتاعتي عليها. التوابل بتاعتها اقتصادية خالص، ما فيش فيها أي يعني اختراعات. هاحط كده معايا كمّون، معلقة من الكمّون كده، ومعلقة من الفلفل الأسود زي ما أنتم شايفين كده، ومعلقة من ال7 بهارات. لأ دي كزبرة،
ومعلقة من الكزبرة الناشفة بتفرق جدًا في طعمها، ومعلقة من الملح. أنا ما حطيتش 7 بهارات، هو الكمون والفلفل الأسود الكزبرة الناشفة والملح بس، وما كانش متوفر عندي كربوناتو فما حطيتش. لو متوفر عندِك كربوناتو حطي ربع معلقة صغيرة، يعني هو مش هيغيّر فيها أي حاجة، بس هي بتبقى حلوة في الكفتة. لو متوفر حُطّي كده، بتخلّي الكفتة من جوّه هشة كده وطرية وحلوة. لو مش متوفر خلاص، أنا ما كانش متوفر عندي فما حطيتش فعادي، وكانت الكفتة بتاعتي جميلة. زي ما أنتم شايفين ناعجن فيها كويس جدًا زي ما أنتم شايفين كده. أهم حاجة العجن ده بيخلّي الكفتة بتاعتي أو الكُبيبة بتاعتي جميلة زي ما أنتم شايفين. بامسكها في إيدي كده وباكوّرها في إيدي متسمّغة كده كويس وحلوة. الكُبيبة بتاعتي جميلة وريحتها حلوة وتوابلها مضبوطة وكل حاجتها فُلّة كده زي ما أنا باقول لِك. طبعًا الكُبيبة بتاعتي دي هاحطها في التلاجة على ما أبدأ أجهّز بقية المكونات ترتاح شوية، وفي نفس الوقت كده يعني إيه، تبقى حلوة. زي ما أنتم شايفين طلّعت الكفتة كده من التلاجة أو الكُبيبة بتاعتي من التلاجة، ومعايا شوية زيت كده عشان يعني إيه، ما بين كل طبقة وطبقة كده من الكُبيبة بتاعتي، الكُبيبة ما تمسكش في بعضها. زي ما أنتم شايفين باخد بالحجم اللي أنا عايزاه، يعني لا كبيرة أوي ولا يعني ولا صغيرة أوي، في المتوسط زي ما أنتم شايفين كده. وبالفّها في إيدي، وبعدين باطبطب عليها كده وباعملها بالحجم اللي أنا عايزاه، ده الحجم اللي أنا باحبه كده، فتقدري تعمليها بالحجم اللي أنتِ عايزاه. هاعمل معاكم كده واحدة كمان، هادهن إيدي بالزيت وبعدين هاكوّرها كده وآخد الحجم المناسب بتاعي، وأقفّل كده من الجناب كويس عشان ما تتفتحش مني كده وأنا حاطاها على النار. حاجة كده في منتهى الجمال. طبعًا الكفتة الرز غير الكوبيبة خالص، الكوبيبة بنسلقها ونحطها على النار كده وبعدين نحمّرها في الزيت، أمّا الكفتة بنحمّرها بنعملها بيكون الرز بتاعها ناعم خالص زيه زي السكر أو الدقيق. والكفتة بتبقى ناعمة، أمّا دي بتاعتي بتبقى خشنة. بنقليها في الزيت بعد ما بنخلّصها دي بنسلقها، وبعدين التانية نحمّرها بنعملها في طبيخ، دي لأ، بعديها بنقليها في الزيت. وفي ناس بتاكلها مسلوقة عادي، فدي بصراحة كده يعني اقتصادية وجميلة وحاجة في منتهى الجمال كده وهتحبيها. ومن ربع كيلو بس لحمة هتعملي كمية جميلة أوي، وتقدري طبعًا تعمليها وتسلقيها وتشيليها في الفريزر، يعني حاجة جميلة جدًا. زي ما أنتم شايفين خلّصت الكمية بتاعتي الربع كيلو كده، عمل لي حوالي 16، 17 واحدة بالحجم برضه زي ما أنتم شايفين كبير وحلو. هاجيب معايا كده الحلة طبعًا اللي هاسلق فيها على النار، معايا فيها بصل وجزر وطماطم وفلفل. هاقطّع كده بصل وجزر، طبعًا الخضار بتاعي دي برضه بينكّهها وفي نفس الوقت بيخلّي طعمها وريحتها حلوة، يعني بيدّي لي taste حلو أوي في الأكلة. وهاقطّع كده معاكم الفلفل الأخضر لو متوفر فلفل ألوان تمام، ومعاكم كده واحدة طماطم. وهاقطّع طبعًا جزر معايا، ولو حابة تحطّي توم تمام حطّي، أنا ما حطيتش عادي، اللي أنتِ حابة تحطّيه حطّيه. طبعًا هابهّرهم كده برضه عشان يعني إيه، يكونوا متبهّرين ويبقى طعم الأكل بتاعي مضبوط، ما يبقاش ناقص ملح ولا زيادة ملح، لأ هاضبّطه أحط من كل حاجة ربع معلقة صغيّرة فلفل أسود وكمون وملح، مش هاحط أكتر من كده. وهادعكهم كده بإيدي كويس أوي، يعني هافكّكهم من بعضهم كده، يعني مش عايزة أنزّل مَيّتهم ولا حاجة. وهابدأ أرُص الكوبيبة بتاعتي زي ما أنتم شايفين كده على الخضار بتاعي، يعني ريحتها دلوقتي أصلًا يعني جميلة، جميلة، جميلة. تخيّلي بقى لمّا تسويها كده وتحمّريها، حاجة كده في منتهى الجمال. والربع كيلو اللحمة بس يعمل لِك الكمية دي، يعني حاجة كده بصراحة تحفة واقتصاد ما فيش بعده. وكده طبعًا كنت غالية معايا مَيّة على في الكاتل كده زي ما أنتم شايفين هانزل بيها. لو متوفر عندِك مرقة، شوربة لحمة، بَط، فراخ تحطيها هتدّيكِ taste عالي أوي، بس أنا ما كانش متوفر فحطيت مَيّة والنتيجة واحدة. زي ما أنتم شايفين كده حطيتها على النار على درجة حرارة عالية، وبعد ما تغلي هاوطّي عليها لمدة ساعة إلا ربع. بعد كده هابدأ معاكم في تجهيزات العصير بتاعتي، هاعمل معاكم عصير كده تحفة، تحفة، تحفة. جِبت جزرتين وقطّعتهم وحطيت عليهم يعني 3 كوبايات مَيّة و3 معالق سكر كده وهارفعهم على النار، وأول ما يغلوا كده هاطلّعهم واسيبهم يبردوا. أهم حاجة لازم يبرد، ما ينفعش أحطه على في الخلاط وهو سخن كده. بعد كده جهّزت
حلة كده على النار. طبعا الكوبيبة الغمراوي ما يحلاش جنبها غير مكرونة بالصلصة كده، مكرونة سباكيتي كده، حاجة في منتهى الجمال. حطيت كده فيها معلقة خل ومعلقة زيت وتلات اربع فصوص توم تنكهلي الطماطم المكرونة بتاعتي وتديها طعم حلو أوي، والخل عشان ما تعجنش. اول ما المية غليت كده نزلت بالملح، وما بنزلش بالملح في الاول عشان بيأخر لي ان المية تغلي. وجايبة طبعا كيس المكرونة بتاعي مجهزاه كده، بكسره اتنين او ممكن اسيبه عادي زي ما انتوا شايفين انت حباه. والناس طبعا اللي تقولك المكرونة بتعجن معانا او كده، اولا لازم تحطي معلقة خل صغيرة في المية، وفي نفس الوقت لازم تجيبي نوع مكرونة كويس، لان اوقات المكرونة بيكون السبب في انها تعجن منك. لازم مكرونة كويسة. زي ما انتوا شايفين كده الكوبيبة بتاعتي خلاص استوت معايا، لازم اطلعها طبعا من المرقة دي عشان ما تفضلش فيها وتتهري مني. آه الكوبيبة بتاعتي دي خدت بالظبط ساعة على النار. أول حاجة على نار عالية لمدة ساعة بتغلي، ربع ساعة بتغلي، وأول ما غلت كده قمت مهدية النار عليها وسبتها براحتها. اول ما استوت زي ما انتم شايفين مش مهريه مني خالص ولا متفككه ولا اتهرت مني ولا الكلام ده، لا بتطلع الواحده بوحدتها زي ما انتم شايفين كده. ودي الرز الزياده اللي نزل منها زي ما انتم شايفين كده. هسيبها تبرد وبعدين طبعا هبدا في تجهيزاتها هي كمان. الميه بتاعتي غليت كده والمكرونه بتاعتي غليت زي ما انتم شايفين. انا ما بسويهاش قوي، لازم نص سوا كده عشان تكمل سواها في الصلصه. زي ما انتم شايفين كده مش معجنه ولا ماسكه في بعضها ولا اي حاجه. بصفي الميه وبعدين بحط عليها معلقه زيت كده فلفلها من بعضها، وبجيب حله كده على النار احط فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت صغيره خالص عشان طبعا التسبيكه بتاعتي. وطبعا مجهزه اربع خمس فصوص توم، بس انا كنت نسيت احط التوم في الاول، بس هحطه مع الصلصه عادي. ومجهزه كده معايا الصلصه طبعا مفرزاها من غير اي حاجه، بس ملح وكمون وفلفل اسود والسبع بهارات، وشايلاها كده من غير لا بصل ولا توم، عشان لو مثلا بعمل محشي احط بصل، بعمل مكرونه احط توم زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا نسيت احط التوم في الاول، ففي جنب كده ما قلبتش الصلصه وقطعته وحطيته ريحته تطلع، بس انا مش عايزاه يتحمر، ريحته تطلع بس. وهقلب الصلصه في التوم عادي زي ما انتم شايفين. والصلصه متسبكه كويس وتقيله وحلوه، مش فيها ميه كده ولا حاجه، لا صلصه متسبكه كويس. زي ما انتم شايفين شايلها في الاكياس كده عادي، بتطلع معايا بكل سهوله. بنزلها كده يعني حاجه جميله. بشيل بقى الكيس كده، يعني الكيس ده شايلاه للصلصه، عامله حجم اكبر الكيس ده للمكرونه، حجم اكبر للمحشي، حجم اكبر مثلا لبسله الباميه كده. لكل نوع خضار عاملة الكيس بتاعه على قده. زي ما انتم شايفين الكيس ده يبقى معايا حلو قوي. بقلبه كده وبسيبهم يستوي شويه مع التومه، وبعدين كده بقلبه وانزل بالمكرونه بتاعتي. زي ما انتم شايفين المكرونه بتاعتي مش معجنه ولا ماسكه في بعضها ولا اي حاجه، مفلفله. لو مشيت على الخطوات اللي انا قلت لك عليها مكرونتك هتبقى حلوه ومش بتعجن منك خالص. هقلبها كده في الصلصه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وطبعا انا ما زودتش الملح وانا بسلق المكرونه عشان انا عايزه احط توابل، وبرده في الصلصه مش بحط توابل كتير. انا حطيت هنا كمون وسبع بهارات وفلفل اسود ورشة ملح بسيطة ومعلقة بابريكا كده عشان تحمر لي اللون، ومعلقة دبس رمان كده على المكرونة بالصلصة دي. بتودي طعمها في حتة تانية خالص، بتخلي المكرونة بتاعتك كده فيها زنة يعني مزازة كده وحاجة يعني تحفة. يعني لازم تجربي معلقة دبس الرمان دي على المكرونة، ولو مش متوفر يعني عادي، بس هي بتخلي طعم المكرونة في حتة تانية. وزي ما انتم شايفين المكرونة بتاعتي مش معجنة ولا اي حاجة. ندخل على العصير بتاعنا. طبعا زي ما انتم شايفين برد تماما. نزلت الجزر وميته، اهم حاجه ميته طبعا. وطبعا كان معايا حته مانجا كده قطعتها ونزلت بيها. هعمل لكم ميكس كده عصير تحفه تحفه تحفه. هضرب كده المانجا مع الجزر كده حاجه في منتهى الجمال، يعني عصير في نفس الوقت يعني حلو للاطفال ولينا كمان، وفي نفس الوقت طعمه جميل ومفيد. يعني عصير جميل وحلو يعني كلنا بنحبه في رمضان. زي ما انتم شايفين اصلا لون العصير يعني لوحده يخطف القلب كده والله. زي ما انتم شايفين كده. ومعايا البرتقال طبعا مفرزاه زي ما انتم شايفين كده. طبعا شايله منه البذر، شايله منه اي حتت بيضه اللي هو القشر اللي بيبقى على البرتقال ده، لان ده اللي بيخلي البرتقال يبقى ممرر معاكي. تيجي تقولي عصير البرتقال بفرزه وبيطلع من الفريزر يبقى مر كده
وطعمه مش حلو لأ، بسبب إن في قشر زيادة أبيض، وفي نفس الوقت البذر بتاعه لازم تشيلي البذر بتاعه، ولازم تقشّريه كويس جدًا ما يبقاش عليه قشرة بيضا خالص. ضربته كده بكوباية مَيّة في الخلاط وصفّيته كده على العصير بتاعي، الميكس ده يعني تحفة، تحفة، تحفة. والعصير دي أصلًا في الصيف يعني بيبقى جميل، وطبعًا نقدر نفرّز البرتقان دلوقتي والجزر دلوقتي، الاتنين موجودين، وطبعًا الصيف داخل المانجا هتبقى موجودة. وأوقات أنا باعمل جزر ببرتقان بس المانجا بتدّي تيست عالي كده وبيخلّي طعمه حلو أوي. زي ما أنتم شايفين كده عصير البرتقان بتاعي صفّيته وبقى جاهز معايا، هانزل كده بعصير البرتقان وبالمانجا كده والجزر، وكان معايا حتّة مانجا كمان حطيتها، وهانزل بالسكر بتاعي ومكعبين كده من التلج عشان يخلّي القوام بتاعي smoothie وتقيل كده، وممكن تحطّي بدل السكر ده عسل الأبيض، يعني حاجة في منتهى الجمال. هنضربه طبعًا كده في الخلاط بتاعي، وبنحط التلج عشان برضه يخلّيه ساقع وفريش وحلو كده. زي ما أنتم شايفين القوام بتاعي حلو ومضبوط، هاصُبّه كده في الشفشق بتاعي، وطبعًا كان خلاص ما فاضلش أقل على الأذان كده حوالي يعني تِلت ساعة، فهاحطّه في التلاجة يسقع شوية برضه هو يعني already ساقع بس يعني عايزين إيه، نخلّيه فريش وحلو كده فنحطّه في التلاجة شوية. عصير في منتهى الجمال، مش هياخد منِّك أي وقت خالص. بعد كده طبعًا هابدأ أجهّز للكُبيبة بتاعتي عشان أقليها. الكُبيبة أصلها بتتقلي بالبيض وبس، بيضة كده يعني ترُبّيها كده بالشوكة وشوية لبن وخلاص، بس أنا ما باحبّوش كده، أنا لازم أجيب الكُبيبة كده أعمل بيها mix بين الفيجيتار الحار والبقسماط، وممكن بقسماط بس أو فيجيتار بس اللي أنتِ حابّاه. أنا باحب أحط فيجيتار حار ومع بقسماط وأجيب بيضة كده وأعمل باللبن، يعني أحط ربع يعني إيه، ربع كوباية لبن كده مع البيضاية وشوية فلفل أسود وعشان الزفارة بتاعة البيض وسِنّة ملح كده، حاجة في منتهى الجمال. هو الكُبيبة أصلها كده بالبيض وبس، لأ بس أنا باحب أعملها كده، فاللي أنتِ يعني حابة تاكليه، تاكلي بالطريقة اللي أنتِ حاباها. هنضربهم كويس أوي عشان نتأكد إن البيضة انضربت في اللبن كده، ونبدأ نحط الكوبيبة في اللبن والبيض، وبعدين ننزل عليها بالفيجيتار والبقسماط، نحطها في اللبن وبعدين ولازم تكون يعني إيه، الكوبيبة بتاعتي بردت معايا كده عشان أعرف أمسكها بإيدي وأتحكم فيها، زي ما أنتم شايفين كده هادمج الكوبيبة بتاعتي في البقسماط والفيجيتار زي ما أنتم شايفين، بتتغلف كويس جدًا، ما فيش حاجة بتنزل من عليها خالص، لإنها متغلفة كويس بالبيض واللبن، فalready هتمسك كويس جدًا في البقسماط والفيجيتار بتاعي. حاجة كده جميلة وحلوة وسريعة، أكلة اقتصادية جدًا وكلنا بنحبها، وهتوفّر معانا أوي، يعني ربع كيلو لحمة مع شوية رز وشوية خضار، حاجة كده في منتهى الجمال، أكل اقتصادي وسهل وبسيط ما فيش فيه أي اختراعات تمامًا. تقدري طبعًا تضاعفي الكمية، تقدري تشيليها مسلوقة كده من غير ما تحطيها في الفيجيتار وتطلّعيها، تحطيها في الفيجيتار والبيض كده وتقليها، وتقدري تحتفظي بيها بالطريقة اللي أنتِ حاباها، وبتقعد يعني معاكِ بالشهور في الفريزر. جهّزت كل الكمية بتاعتي طبعًا زي ما أنتم شايفين كده، أنا جهّزت الطاسة بتاعتي كده بزيت غزير طبعًا كنت قالية فيه بانيه، فعادي هاقلي فيه ال الكوبيبة بتاعتي عادي يعني. أهم حاجة الزيت يكون مثلًا مَضَع لحوم أو كده، ما ينفعش مثلًا أكون قالية بيه طعمية أو بطاطس وأروح أقلي بيه كوبيبة وبانيه والكلام ده، ما ينفعش أكون قالية بيه قطايف وأروح أقلي بيه لأ، لازم يكون زيت مكان لحوم. وأنا صفّيته كويس جدًا برضه ونضّفته من أي حاجة. قلبتها كويس على وشّها يعني خدت لون من الضهر ده واللون من الضهر ده واللون محمِر وحلو كده، وبعدين شِلتها ومش شاربة أي زيت تمامًا، باصفّيها كويس جدًا زي ما أنتم شايفين، حاجة كده في منتهى الجمال، أكل اقتصادي وسهل وبسيط ما بياخدش مننا أي وقت خالص ومقرمشة من جوّه وطرية يعني مقرمشة من برّه وطرية من جوّه، حاجة كده جميلة، جميلة، جميلة. أكلة حلوة وكلنا هنحبها أوي، أكل اقتصادي وسهل وبسيط ما فيش فيه أي حاجة خالص، هاعمل كل الكمية بتاعتي زي ما أنتم شايفين كده، طبعًا الكوباية بتاعتي خلاص كده خلّصتها وجهّزتها، هاحط طبعًا شوية خضار كده
تحت الكوبيبة كده يدّونا شكل حلو، بيبقى طعمهم حلو، وطعم الكوبيبة بينزل كده على الخضار، بيبقى في منتهى الجمال. زي ما أنتم شايفين من ربع كيلو لحمة عملت لي طبقين، بُصّوا حلوين جدًا، المكرونة بتاعتي مفلفلة وحلوة ومش معجنة خالص وطعمها حلو، ومعلقة دبس رمان اللي إحنا حطيناها دي مخلية طعم المكرونة في حتة تانية خالص. زي ما انتم شايفين كده فاضل على المغرب بالظبط 4 5 دقايق، فقلت ارص السفرة معاكم. حطيت كده الكوبيبة بتاعتي زي ما انتم شايفين واخدة لون حلو وشكلها حلو قوي، وقطعت طبق طماطم كده، وقطعت طبق وعملت شيبسي، كنت قالية شيبسي برضو جنبه، وحطيت طبق المخلل بتاعي وطبق الخيار بتاعي. تقدري تعملي سلطة خضراء اللي انتي حباه. وطبعا هصب العصير بتاعي معاكم زي ما انتوا شايفين كده، حاجة في منتهى الجمال. العصير بتاعي تقيل وسموزي وحلو قوي، طعمه حلو مفيش فيه اي مرارة. قلتلك تقدري تحتفظي بيه بالطريقة اللي انتي حباها، حاجة كده في منتهى الجمال. المكرونة بتاعتي مفلفلة قدامكم، مش معجنة ولا اي حاجة. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش اشتراككم في القناة واعجابكم بالفيديو، واستنونا في وصفات تانية احلى، وان شاء الله يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.